في أول فيديو قررت أبدأ بالمتاح معايا، والنهاردة هوريك إزاي صورت ومنتجت أول فيديو خطوة بخطوة. يلا بينا. أول حاجة هنتكلم عن الفكرة. إشمعنى اخترت الفكرة دي؟ اخترت الفكرة دي عشان أساعد أي حد عايز يبدأ محتوى يبدأ بسرعة، واختصر عليه الوقت ويعرف لو حاجة مضرة ما يعملهاش وهو بيصور، ولو حاجة كويسة يستفيد منها ويعملها وهو بيصور. بعد كده هنروح لتجهيز المكان اللي هتصور فيه. أول حاجة لازم المكان يبقى فيه شباك جنبك، ويكون المكان هادي ونضيف زي ما انت شايف كده ورايا. الكادر نضيف وهادي خالص وما فيهوش دوشة كتير. وكمان المكان اللي هتصور فيه لازم يبقى مليان ضوء طبيعي، يعني لازم الشمس تبقى داخلة المكان وملياه كله زي ما انت شايف كده. ندخل بقى على نقطة التصوير. أول وأهم حاجة نتأكد إن الإضاءة مناسبة قبل ما نصور. بعد ما بنتأكد إن الإضاءة مناسبة نتأكد إن الموبايل ثابت، ويا ريت يا ريت يفضل نثبته في مستوى العين، يعني الموبايل يبقى الكاميرا بتاعته قصاد عينك بالظبط. ده بيحسس المشاهد إنك قريب منه. يعني هتلاحظوا في فرق كبير بين الفيديو الأول اللي صورته والفيديو ده، لأن في الفيديو ده أنا بستخدم حامل وحاطط عليه الموبايل، هو مش حامل غالي خالص، الحامل ده رخيص جدا ممكن تشتروه من أي حتة. تالت وأهم نقطة بقى في التصوير إنك تتكلم بكل تلقائية، تعتبر الكاميرا واحد صاحبك وإنت قاعد بتكلمه. وأكيد وإنت بتصور هتقابلك تحديات كتير تبوظ لك التصوير. لو في أي حاجة بتقابلك ومش عارف تحلها ممكن تكلمني وأنا هحاول معاك ونحلها سوا بإذن الله. بعد التصوير بقى هنيجي للتحديات اللي بتواجهك. في تحديات كتير هتواجهك لو هتبدأ صناعة محتوى. أول التحديات اللي ممكن تواجهك واللي هي واجهتني أنا شخصيا إن التصوير ما كانش عاجبني خالص، بس قررت إني هبدأ وفي كل فيديو هطور حاجة بحيث يبقى أحسن من الفيديو اللي قبله. يعني لو تلاحظ دلوقتي وإنت شايفني إن الفيديو ده أكيد أحسن من الفيديو الأول. وكمان من التحديات اللي واجهتني إني كنت حاسس إني غريب وأنا بتكلم قدام الكاميرا، كنت حاسس إن في حاجة غلط كده. بس لما فهمت واستوعبت نقطة إنك لما تيجي تتكلم مع الكاميرا اعتبرها واحد صاحبك، ولما تعتبر الكاميرا واحد صاحبك هتتكلم قدامها بكل تلقائية ومن غير ما تتلخبط. وكمان هتحس إن كلامك منظم وبقيت بتتكلم بشكل كويس جدا في الفيديو، وهيعجبك الفيديو لما تخلص تصوير. والنقطة المهمة جدا إنه أنت بتتكلم لازم تفضل مركز على الكاميرا، لأنه أنت مركز على الكاميرا كده لما يجي المشاهد يتفرج على الفيديو بعد كده هيكون شايفك باصص له في عينه، ودي بتديك نقطة قوة وثقة في نفسك، وكمان بتخلي المشاهد يثق فيه. بعد كده هندخل على أهم مرحلة وهي مرحلة المونتاج. في مرحلة المونتاج بقى هنعمل قطات بسيطة خالص، نقص السكتات والحاجات اللي ملهاش لازمة في الفيديو بحيث يبقى الفيديو سريع وسلس. وبعد ما خلينا الفيديو سريع وسلس وإيقاعه كويس كده هنضيف شوية بي رولز، هنصور شوية فيديوهات كده عشوائية للتصوير، أو بعد ما نخلص تصوير هنصور شوية فيديوهات بحيث تساعدنا في مرحلة المونتاج وتساعدنا إن الفيديو بتاعنا ما يكونش ممل. في الأول هنستخدم مونتاج بسيط جدا، وبعد كده هنبدأ نطور في المونتاج خطوة بخطوة. بعد ما خلصنا المونتاج هنرفع الفيديو طبعا بتاعنا، ونيجي بقى لمرحلة الصورة المصغرة. الصورة المصغرة بتاعتي بعملها كاملة بالاي اي. لو عايزين تعرفوا بالتفصيل ازاي ممكن نعمل صورة مصغرة زي الصورة المصغرة اللي انا بعملها دي، ممكن تكتبولي في التعليقات وهعمل لكم فيديو كامل ازاي عملتها خطوة بخطوة. بعد كده بقى هندخل على مرحلة نشر الفيديو، ودي من اصعب المراحل اللي بتمر على الواحد. طبعا الواحد بيكون عنده احساس كده ان هو خايف ومتوتر وقلقان، اكيد الفيديو ده مش هيجيب فيوز، هيجيب الله اعلم، انت ورزقك بقى. انت بتنزل الفيديو وبتسعى وبتعمل اللي عليك وبتبدأ تصور في الفيديو اللي بعده، مش عايزك تفكر في نتائج الفيديو ابدا. اول ما تنشر الفيديو خلاص كده انت نشرت الفيديو، عملت اللي عليك. ممكن تتابعه بحيث لو هتغير في العنوان، لو هتغير حاجة بسيطة، لكن ما تتابعوش من حيث المشاهدات او المتابعين، لان في البداية الموضوع ده بيبقى صعب جدا لو تابعته. بعد ما تنشر الفيديو خلاص كده انت عملت اللي عليك وحاولت تعمل كل اللي تقدر عليه بحيث الفيديو يطلع شكله كويس. بعد ما تخلص بقى هتتفرج على الفيديو وتشوف الأخطاء والعيوب اللي ممكن تصلحها بحيث الفيديو اللي بعده يبقى أفضل منه. وأنا كمان قررت إني بعد ما أشوف الفيديو واكتشف الخطأ اللي أنا كنت بعمله ده هقول لكم عليه. يعني أنا مثلا في الفيديو اللي فات كنت بصور بزاوية غلط، كان التليفون لتحت كده وشكله وحش خالص، وحليت المشكلة دي بإني اشتريت حامل ب 100 جنيه رخيص خالص، مش غالي ولا أي حاجة، وظبطت الزاوية قصاد عيني بالظبط، وقعدت على مخدات بحيث يبقى الموبايل في مستوى نظري بالظبط، وبكده حلينا المشكلة وطلعنا بتصوير أفضل من الأول بكتير. وبس كده، وبكده النهاردة نكون خلصنا الفيديو التاني من القناة بتاعتنا. أتمنى أكون طلعتوا بمعلومات مفيدة من الفيديو ده. لو في حاجة مش فاهمينها أو عايزين تعرفوها ممكن تتواصلوا معايا وهقول لكم إن شاء الله حلها. سلام.